سورة قريش. قريش كانوا أهل تجارة، على خاطر كما نعرفوا مكة كانت صحراء ما فيهاش زراعة والماء باش يعيشوا. التجارة هي اللي كانت معيشتهم، خاصة في موسم الحج كانوا الناس يجوهم من كل البلاد للبيت الحرام اللي هما كانوا قايمين عليه، فالتجارة تنشط ويربحوا أكثر وأكثر. إذن قريش كانوا أهل تجارة، كانوا يديروا رحلتين تجاريتين في العام، رحلة في الصيف للشام ورحلة في الشتاء لليمن، باش يجيبوا لبلادهم قاع وش يحتاجوه في هذاك العام، وكامل وش يقدروا يبيعوه في المواسم اللي يجوهم العرب من كل الأنحاء. فقال الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش بمعنى لاجتماع قريش وتوالفهم مع بعضهم، كانوا مجتمعين القبيلة هذيك وكانوا متوالفين مع بعضهم، الإيلاف مع بعضهم كانت الألفة بيناتهم. لهذيك سببية، يعني على خاطر كانوا مجتمعين ومتوالفين، وعلى خاطر كان ربي سبحانه عاطي لهم زوج رحلات، مقدرهم أنهم يديروا زوج رحلات، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فعلى جال هذه النعم اللي اعطاها لهم الله تعالى أنهم كانوا متوالفين وموالفين يديروا رحلتين تجاريتين، قال لهم الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. على جال هذه النعم لازم عليهم يعبدوا رب البيت، اللي على جال هذا البيت الناس تحترمهم وتعظمهم، حتى أنهم كي كانوا يسافروا مسافات طويلة ما يتعرض لهم حتى واحد، على جال أنهم كانوا قايمين على بيت الحرام. يعني وكان يتعرض لهم كش واحد يقولوا له احنا أهل قريش القائمين على البيت الحرام، ما يدنوش ليهم بسبب حرمة البيت الحرام. فالله تعالى قدرهم على هاد زوج رحلات وأمنهم من الخوف، وكانوا يسافروا يولوا في أمن، حيث أنهم كانوا يعيشوا هانين في مكة. لازم عليهم يقدروا نعم الله ويعبدوه حق عبادته، على خاطر قريش ولفت أنهم يعيشوا في أمن وسلامة، ولفت أنهم يديروا رحلتي الشتاء والصيف، وكأنه مشي الله تعالى اللي قدرهم على هذاك الفعل، فحادوا عن سبيل السواء وعبدوا الأصنام. بدأت السورة لإيلاف قريش. قلنا هذا اللام سببية، يعني على جال إيلافهم مع بعضهم واعتيادهم على التجارة لنعم الله بها عليهم لازم يعبدوا الله تعالى. المقصود من السورة أن الله تعالى أمر قريش بعبادته على خاطر أنعم عليهم بالأمن والغذاء والألفة بينهم. فكيفاش احنا اللي رانا غارقين في نعم الله من أمن وغذاء وتكنولوجيا وسهولة تنقل والبيوت العالية والعلاج والأدوية وكل هذه النعم، الأمن والإطعام أعظم نعمتين ينعم بهم الله تعالى على الإنسان. فما لازمش نوالفوا النعم تاع الله وتجينا عادية، وبالتالي ما نشكروش الله تعالى. فهاد السورة نزلت باش يذكرنا الله تعالى بأنه أنعم علينا فوجب شكره.